كشف المغربي بدر بنون مدافع النادي الأهلي السابق عن سبب زيارته لمران الفريق الأحمر في المغرب، متمنيا أن يتم تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، حيث يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها على ملعب مركب محمد الخامس في 10 مساء يوم الأحد المقبل بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتواجد بدر بنون في المران الأول للأهلي بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال. وكشف بنون في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن سبب زيارته لمران القلعة الحمراء، قائلا: السبب هو أنني كنت واحد من لاعبي الأهلي في فترة سابقة وهذا شرف لي، جئت لرؤية اللاعبين والاستعادة ذكرياتي الرائعة معهم. وأضاف: رغم رحيلي عن الأهلي إلا أن هناك تواصل مستمر مع جميع اللاعبين، وفي كأس العالم مع منتخب المغرب كانوا يرسلون لي رسائل يعبرون فيها عن سعادتهم وتهنئتهم لي. علاقتي جيدة مع النادي الأهلي حتى بعدما رحلت عن النادي وهذا أمر يسعدني. وأكمل: الحب الذي أجده من الجماهير والمسؤولين واللاعبين يجعلني أفتخر بالفترة التي قضيتها مع النادي، وكان شرفا لي ارتداء قميص الأهلي، كما أنني لا زالت أتابع جميع مباريات الفريق وأتمنى له كل التوفيق. وتابع: معاملة الأهلي مع اللاعبين الأجانب يعكس العقلية التي يتميز بها هذا النادي العريق. أنا أجنبي على الورق فقط ولكن كلنا عرب، ورأينا كيف كان يشجع الشعب المصري نظيره المغربي في كأس العالم، وهذا يعكس العلاقة الجيدة التي تربط الشعبين. وواصل: كان شرفا لي أن ألعب في نادي القرن، وكان حلمي منذ الطفولة هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، ونجحت في تحقيق ذلك في أول سنة مع الأهلي. واستكمل مدافع فريق قطر القطري حديثه: ما يميز الأهلي هو الإدارة والاستقرار والقرارات الصارمة وعقلية الفوز والبطولات، حتى إذا خسرت بطولة ستجد الجميع يتحدث عن البطولة التالية. وبسؤاله عن توقعاته لمباراة الأهلي والوداد، قال بنون: أعتقد أنها مباراة صعبة، الأهلي يعرف جيدا فريق الوداد والأفضل هو الذي سيفوز، وأتمنى التوفيق بكل تأكيد للأهلي. وأردف: اللاعبون تعودوا على اللعب في المغرب، ومن الصعب أن يخسر الأهلي لقب دوري الأبطال موسمين على التوالي. وأضاف: أريد أن أشكر لاعبي الأهلي على الفترة التي قضيتها معهم والبطولات التي حققناها معا، وأتمنى لهم التوفيق وأطالبهم بلعب كرة القدم التي يعرفونها وكل الثقة فيهم وفي قدراتهم نحو تحقيق اللقب. وأكد بدر بنون قائلا: علاقتي مع جماهير الأهلي علاقة حب، فأنا أتلقى منهم رسائل جيدة عبر مواقع وسائل التواصل. وأشار: صعب أن تلعب لفترة قصيرة مع الأهلي وتجد الجماهير تحبك بهذا الشكل، وأود أن أشكرهم وأقول لهم عمري ما أنساكم وأنا واحد منكم. وتحدث بنون عن نجله الأكبر أياد قائلا: نجلي أياد دائما يتذكر الفترة التي تواجدنا فيها بمصر والألقاب التي حققتها. وبسؤاله عن إمكانية أن يلعب في النادي الأهلي، رد المدافع المغربي: إن شاء الله، ولكن علينا أن ننتظر، وهو الذي سيحدد هل سيختار ممارسة كرة القدم أم رياضة آخر. وأتم: لو القدر شاء أن يلعب في الأهلي بالتأكيد سيكون لاعبا في النادي، وهذا شرف كبير لي وله أيضا.